السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية وبخير وصحة جيدة. وأخيرا رجعت لكم بعد غيبة طويلة طويلة طويلة. شكرا برشا برشا، نشكر، حبيت نشكر البنات اللي يسألوا عليا واللي يقولوا لي وينك جمولة، طولت علينا الغيبة، وينك فيش غطست. تعرفوني راني أنا كي نغطس في هذه المرة، ولكن الحمد لله على كل حال. إن شاء الله نرجع معكم بوصفات جديدة. الواحد هكايا لازم كل مرة ياخذ قسط من الراحة، فنتمنى تعذروني وتتفاعلوا معايا في الفيديو هذا، لأن التفاعل على الاخر يعني ناقص برشا. فما تنسوش لايك وسبسكرايب، ونتعدوا باش نشوفوا المقادير ومكونات الوصفة اللي شفتها، اللي هي وصفة أكلة سلق محشي. هنايا عندي ربطتين معدنوس وربطتين بسباس شبت. الأكلة هذه راهي فيها الخضرة، وأكلة مفيدة معناها، وتنجموا تقولوا اقتصادية، وتنفع معناها حتى في العزايم ولا عند الضياف معناتها وكل. وسامحوني إذا كان دخلت بعد شوية في الكلام، راهو ليا برشا ما مونتيتش ما تصورتش، دونك حسيت روحي كأني كيف بادية من أول وجديد. المهم لهنا ضفت عليهم زوز رز بصل كبار مقصوصين جويدين. بطبيعة الحال لازم كل شيء يكون مقصوص جويد على الآخر. هذه لهنا عندي طريف شحم متاع الدواره، شحم احنا نقولوا رداه، هذاك اللي تتلف فيه الدواره، مش شحم متاع كلوه. المهم الشحم معناتها شحم هذاك يكون بنين وخفيف معناتها مش قوي. هذيك راس ثوم مهروس، حتى هو معناتها مهرس معناتها او مقصوص جويد. هنا عندي صدر متاع الدجاج، والكبده متاع الدجاج، كبده واحده متاع الدجاج ونص متاع صدر الدجاج. حطيتهم تقريبا ما يعادل تقريبا ما يقارب 250 300 جرام. هنا في التوابل عندي هريسه شايحه، تبل كرويه وفلفل احمر، فلفل اكحل، ملح، طماطم، وتوابل دجاج وكركم. وديما نقول لكم التوابل راهو حسب ما انتم شنو متعودين تحطوا في ماكلتكم. شنو هي البنه نتاع التوابل اللي تحطوها، هذيك هي معناها، ما تتقيدوش بالتوابل اللي نحطها انا. هنا عندي كاس تقريبا كاس زيت زيتونه، ما يعادل تقريبا 100 مليلتر او 150 مليلتر كما تحبوا. بما ان عملناها فيها شحم تنجموا تستغنوا عليه وتبدلوا معناتها تحطوا كان زيت برك، ولكن راهي الشحم يبنن شويه، يعزز النكهه ويعطينا معناتها تكون رطبه ودسمه شويه، فهمت؟ خاطر الدجاج ما فيش الشحم، دونك معناها تجي بنينه. ونخلطوهم كما شفتوا، خلطتهم حتى معناتها هبطوا في الصحفه ذيك، هي معناتها صحفه جويده، صحفه جويده شو اسمه، صحفه صغيره، ولكن اساس معها روحي حتى كملت خلطتهم مليح. هنا باش نضيف عليها شوربه، اللي هي شوربه لسان عصفور، مقدار 250 مقدار 250 مقدار 250 جرام شوربه. معناتها المفروض كان معناتها نجم تحطوا فيها، هي في الاصل معناها تتحط بالرز، ولكن انا ما عنديش الرز في الدار، ما قلت يلا نعملها بالشوربه، واصلا يعني ارخص بالنسبه للشوربه، اقل معناها تكاليف. كيف ما شفتوا نمزجهم مليح مع بعضهم. وديما نحاولوا، ولينا نحاولوا ناخذوا الحاجات معناتها الاقتصاديه اكثر. الروز غالي برشا وماهوش موجود، مش متوفر. لهنا هذاك الخليط نتاعي حاضر. هذايا ورق السلق او السلك او كل واحد شنو يسميه. نحطوا طنجره تغلي بالماء، نفوروها بعد ما نغسلوا السلق من طبيعه الحال، نغسلوه مليح مرمل، ونحطهم كما شفتوا هكاك شاده من العروش نتاع، من العودين نتاع الساق نتاع السلك، ونحطوهم في الماء السخون حتى يذبل. ما نحطوش معناتها ما نخلوش جيس، معناتها نحطوه نهزوه نهزوه ننفضوه شويه، ومن بعد خرجوه ونخلوه حتى يبرد في حاجه تتسكر مليح بالماء، من الماء نتاعها معناها. وكما تشوفوها تبدا ذابله او لينه، شوفوا حتى كي نشدها نكمشها في يدي ما تتكسر، ما حتى ما يجرالها. والسلك حاولوا انكم تختاروا هذاك السلك يكون معناتها مش هذاك الورق الغليظ الخشين، فهمتوا؟ باش ما يكونش فيه هذاك الساق نتاع السلك، تكون كاسحه وتكون تقطع لكم الورقه كي تجي تلفوها. وكيف ما شفتوا نحط مقدار ملعقه اكل من هذاك الخليط اللي عندي، ونلفها بالطريقه هذيك، سهله مهله ما فيها حتى صعوبه، وراهي ما تاخذش برشا وقت، راهو ما تخوفكمش. الكميه كامله انا عندي خديت زوز رباطي كبار نتاع سلق، والخليط هذاك اللي شفتوه بطبيعه الحال ضفت عليهم كما شفتوا كان نحولها ساق نتاعها، نسيت ما قلت لكمش، ولكن راهو الفيديو شارح نفسه. تنحوا هذاك الساق من وين يبدا شكون يعني كي معناتها يبدا باش يخشان، فهمتوا؟ كي يبدا غليظ نحوا هذاك الغلظ نتاعها نحوه. هو صحيح يكون رهيف شويه معناتها خاطر ذابل بالماء، ولكن ورقه السلك معناتها ما هيش كبيره برشا،
ولكن ديما معناتها حاولوا انكم تنحوا الخشين هذاك وتستغلوه في حاجه اخرى، تقصوه في برودو في اي حاجه، ونستفوه معناتها رصفوهم في الكسكاس. كيف ما شفتوا عملت الطريقه الاولى كيفاش نحيت الساق نتاع السلك، والطريقه الثانيه وهذه الطريقه الثالثه، وما فيهاش حتى ما فيهاش تعب، ما فيهاش مش معناها كيفاش باش نقول لكم سهله على الاخر، ما تخوفش معناها. حتى كي تكون ورقه السلك صغيره راهي حتى من بعد كي باش تطيب، بالرغم اللي معناتها باش تكبر كعبه هذيك الشوربه ولا الروز، كعبه لسان عصفور، حبة لسان عصفور أو حبة الرز تكبر وتتنفخ ولكن ما تتقطعش. لهنا خذيت عندي قرينات حشكم فلفل أحمر حلو، هذا متاع الفلفل المحشي من طبيعة الحال، أو يجي في السلطة معناه يجي حتى مشوي معناتها نورمال وبنين معناه. أنا حبيت نعمل هذايا الأحمر كيف ما شفتوا كيفاش معناتها خرجت ناحية منها الزريعة وتعبيته سهلة على الآخر، لأنه الفلفل الأحمر بيني وبينكم أبن من الفلفل الأخضر. الفلفل الأخضر من بعد في التطيب كيف يطيب يسيب شوية مرارة، أما هذايا الأحمر يبدأ بنين فيها حتى يعطيكم شوية سكري. المهم ذاك الفلفل الأخضر ما نعبوش على الآخر نخلو فيه شوية فضاء، وذاك القنط متاع الفلفل نحو منها هكا طريف وباش نسكر به من الفوق هكا. شفتوا كيفاش سهله على الاخر معناها. هنا بعد ما كملتهم كاملين عندي الطنجره ديجا معناتها حطيتها من قبل بدات تغلي باش نطيبوا على البخار، ما نطيبوش في الماء. فما اللي يحطوه يعملوا له صوص ويحطوه في الكوشه او يحطوه في طنجره وماء يغلي ويغطي ومعناتها يثقلوا عليه من الفوق. انا عملته في الكسكاس هكا، في الكسكاس اسهل. وهذاك الماء الزايد اللي باش يخليه لنا مرطرط في الاخر كل يهبط اللوطه، والماء نتاعها هذيك عملت به حاجه اخرى طيبت معاها شوربه، وهذاك الماء اللي هبط في الكسكاس من اللوطه هو اللي مرقت به الشوربه باش يكون فيه البنه نتاع هذيك الحشو معناتها والفوائد اللي نتاع الخضره اللي تسكرت معناتها اللوطه اللي هبطت من الكسكاس كلها تبقى لي في الشوربه. المهم لهنا خدها وقت يطيب تقريبا كنت تشوفوا فيه كيفاش يركرك في الكسكاس راهو، والماء هذاك زايد كل باش يهبط من بعد. خذا وقت ساعه تقريبا، ساعه او ساعه و10 دقائق هكاكا، ومن بعد هبطته من على النار. نحيت قرينات الفلفل هما الاولين حطيتهم في طبق او في صحن على جنب، ومن بعد حطيت الصحن وقلبت عليه الكسكاس كيف ما هو هكا كيف ما تشوفوه واخذ الفورمه نتاع الكسكاس، لا يتقطع لا يتحل لا معناتها ما يتفرطش جمله، منظر وبنه رائعه. وبطبيعه الحال ضروري من طرنشات نتاع السيترونات. هذه الشوربه اللي طيبتها حتى هي بالدجاج بذاك البواقي، حطيت فيها عرف نعناع، ذاك الصحفه نتاعي انا حطيت فيها عرف نعناع، تعجبني النعناع في الشوربه، نعناع اخضر بالطبيعه. وهذه هي أدبار عشاء سهلة وخفيفة وبنينة معناها، وما تاخذش برشا وقت لا محالة. راهي تكفي الوجبة هذه تكفي ل4 أشخاص معناها ياكلوا ويفضلوا منها. والبنة متاع ذاك السلك محشي والله ما نحكي لكمش حاجة من وراء العقل، بنينة 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 لدرجة ما تخيلوهاش. أول مرة نعملها بالدجاج، في العادة نعملها باللحم، أما المرة هذه عملتها بالدجاج حاجة ولا أروع، بنة غير عادية بالحق معناتها جربوها ما تندموش. سهلة وخفيفة وكتغيير معناها مش مشكلة. احنا فما اللي يعملوا ورق العنب المشارقة ان شاء الله بحول الله غير يكبر الورق متاع العنب بشوية بحول الله نهبط للثانية نمشي عند الثانية متاع بابا بحول الله نجيب ورق العنب ونعمل لكم محشي ورق العنب. سهله مهله ما فيها حتى شيء، ما فيهاش برشا تكاليف، ما فيهاش لحومات وبرشا كبده نتاع اللوش ولا بقري ولا ما نعرف شنو، تو ما عاد تلحق شيء بصراحه ما نكذبش عليكم. اللحم غلاه معناتها 40 45 دينار بصراحه الكيلو. الله يعاون كل حد معناتها الزوالي والله ربي يكون في عونهم. وهيك عملت انا بالدجاج بهكا نسهلها عليكم وراهي وتجي بنينه وخفيفه على الاخر. والله انا جربتها باللحم وبالدجاج وبدجاجتني ابن برشا واخف على الاخر. هكا كيف ما تشوفوا فيها حاجه بنينه وروعه. وعودت اللقطه هذه باش نشكركم على المتابعه وباش نكمل معناتها الحديث معاكم، ولو انه الحديث معاكم لا يمل ومتوحشتكم برشا ليا برشا ما غبت عليكم. ان شاء الله تقبلوا اعتذاري وما بقى لي كان نودعكم على امل اللقاء بكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. خليتكم على خير وان شاء الله ديما والقدام وديما يا رب ان شاء الله كلكم ديما الفوق الفوق